الخير، مع حضراتكم امل محمد، تيم ليدر من شركه KHL المستشار العقاري لتسويق جميع مشاريع العاصمه الاداريه الجديده والتجمع الخامس في القطاع التجاري والاداري والسكني والطبي. بصراحه انا كنت طبعا في جوله في دبي، واحنا دايما بنسمع عن MU7، بنسمع عن CBD، بنسمع عن البرج الايقوني. على طول احنا بنعمل ماركتنج لمنطقه CBD ان هي جزء من دبي، او هي شبه البيزنس بي اللي موجود في دبي. فانا حبيت ان انا اوري حضراتكم من ارض الواقع العاصمه الاداريه هتكون ايه في المستقبل، عشان حضراتكم تكونوا شايفين وعارفين منطقه الابراج اللي بتتمثل هناك، اللي هي تتمثل هنا في MU7، منطقه البرج الايقوني مع مجموعه الابراج اللي حواليه. هناك في برج الخليفه، مجموعه الابراج المحيطه بيه. حتى كمان انا صورت منطقه الكوميرشال اريا، هوريها لحضراتكم طبعا في الفيديوهات الجايه. احنا هنا دلوقتي في منطقة بيزنس باي الموجودة في دبي. المنطقة دي زيها في العاصمة الإدارية الجديدة على اعتبار CBD. CBD البرج الأيقوني ومجموعة الأبراج اللي حواليه اللي هنا بنصوره من أرض الواقع اللي فيه ما يتم التشبيه بيه. ده اللي ورايا ده برج الخليفة ومجموعة الأبراج اللي حواليه، هي نفس فكرة CBD الموجودة في العاصمة الإدارية. برج الخليفة أو المنطقة دي تحديدا بيزنس باي هي نفس الفكرة ونفس مجموعة الأبراج الموجودة في MU7 MU6. يعني حضراتكم شوفوا كده الأبراج دي نفس الفكرة للتاورز الموجودة، هي ميكس ما بين تجاري وإداري وطبي وفندقي. تمام. بالنسبة لبرج الخليفة، برج الخليفة برضو في العاصمة الإدارية، هو غير إن هو ومجموعة الأبراج بيمثلوها بيه كمان شركة النايل ديفلوبمنتس. شركة النايل ديفلوبمنتس هي طرحت أول مشروع ليها كان 31 نورث. 31 نورث ديزاينه بالظبط نفس ديزاين بتاع برج الخليفة. هو ده يعني الديزاين نفس الفكرة ل 31 نورث في العاصمة الإدارية الجديدة. في كمان مجموعة أبراج تانية موجودة في أبو ظبي في الإمارات، نفس الفكرة اتطبقت أو نفس الشكل. الديزاين يعني مقارب ليه في مجموعة الأبراج السياحية الموجودة في الداون تاون، وهنتابعها مع بعض. بعد ما شفنا مع بعض البيزنس باي في دبي، شفنا برج الخليفة والأبراج المحيطة، اكيد احنا بقى عندنا تصور اكتر للCBD والبرج الايقوني والMU7. خليني اقول لحضراتكم ان منطقه الMU7 في العاصمه الاداريه الجديده هي يعتبر اللي فيها طرح في الوقت الحالي، سواء في التجاري او الاداري او الفندقي والطبي كمان. بس طبعا الاسعار والمساحات بتختلف على حسب، والتميز كمان على حسب المشاريع. بتكون صف اول على محور بن زايد الشمالي قدام الايكونيك تاور، ولا صف تاني او صفوف داخليه، لان طبعا الصفوف الداخليه بتكون ارتفاع التاور بيكون اقل. الصف الاول سعر المتر بيتراوح من 150,000 لحد 350,000، ده بالنسبه للتجاري. متوسط الاسعار في الاداري بنتكلم في 60,000 للمتر، ده طبعا قبل اي اوفر وقبل اي ديسكاونت موجود او بيمنت بلان. بالنسبه للصفوف الاخرى سعر المتر بيكون اقل، بيكون متوسط سعر المتر الاداري 35,000 للمتر، وكذلك الطبي، ومتوسط سعر المتر التجاري 100,000. ده بالنسبه للاسعار والمساحات، متوسط 30 متر. ده بالنسبه لمنطقه MU7. لو حضراتكم محتاجين اي استفسار او اي تواصل بخصوص المشاريع هناك تقدروا تكلموني على رقمي قدام حضراتكم. The government of Egypt is committed to this ambitious project and will work in close partnership with the private sector throughout all phases of development, providing ample local and international investment opportunities.